غرباء غرباء غرباء. لنا شعورنا وللأمة الإسلامية شعورها، وهذا من أكبر الأدلة. والله لا يستطيع إنسان أن يتحمل هذا، وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا العنوان، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. إن ياسر الخبيث لم يأتي بهذا المطبع النفسي، هو مسطور في كتبهم، هو مكتوب في أمهات عقائدهم. هذه عقيدة اللي بيعتقد هذا القرآن كامل وما في القرآن عندهم كافر، هم اللي كفروا. اللي يقول اللي يحبوا الصحابة عندهم كافر، ووصلوا إلى درجة يقولوا اللي ما يلعن يعني انت ما حبيت أبا بكر، ما حبيت أنت كافر حتى تلعن أبا بكر وحتى تلعن عثمان. ما هو فاضي يسمع هذا الكلام الذي تهتز منه الجبال وتتقطع به الأرض، لأنه ينقل من الإيميل، لأنه جاء مدد من المهدي. إننا سنظل في هذه القناة وفي غيرها ندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندافع عن كتاب الله. هذه البدعة الجديدة والخبث الجديد اللي جاءوا به باسم قراءة يتراك على آل البيت، وهو أشجع منهم وهو أعلم منهم الذين هم وروات هذه القراءة. أتحدى وإذا كان أدنى أنا أحكي عن أدنى وعلى غيره وعلى أقرب وعلى أعلى. انت قلت 100 مليون مليون دولار لمن يأتي برواية تتواتر عن هذا البيت مخالف هذا الكتاب. كذابون أساكون يريدون أن ينالوا من هذا الكتاب العظيم كتاب ربنا. أيها المسلمون، إن بقي في العمر بقية فاحذروا هذه الفتنة ودافعوا عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم. أيها المفتون في كل مكان، يا مفتي مصر، يا مفتي السعودية، يا مفتي الشام، قفوا وقفة الرجال، أمامكم مسؤولية أمام الله عز وجل. يا مفتي السودان، يا مفتي المغرب، يا مفتي اليمن، يا مفتي كل دولة إسلامية، يا مفتي الجزائر، يا مفتي كل دولة إسلامية وتركيا، إنكم ستعرضون على الصراط فأذكروا أن من قال بغير هذا القرآن وبغير القراءات المتواترة كافر. وأنا أدعو إلى هذا أمام الله وأمام الناس. يوم كنا سعداء بكتاب الله. جميع من السنة يرد به الخبر، فإذا كانوا مرتدين وإذا كانوا فجرة سقطت الأخبار إلى بدل ما بقي من الدين. فهؤلاء في الأصل إنما يتجرؤون على الصحابة علشان السنة، ثم يفصحون عن حقيقة ما يريدون وهو الهجوم على القرآن. إذا لا عاد لا قرآن ولا سنة. كيف لا نقف؟ كيف لا ندافع؟ كيف نجمجم ولا نصرح؟ أنا شايف أن ترك المواجهة خيانة عظمى لدين الإسلام، ترك مواجهة هؤلاء خيانة عظمى، ولا بد من نثر ما هو موجود في كتبهم. احنا ما بنفتريش عليهم، نحن مسالمون. أهل السنة دائما مهضوم حقهم وهم نجني عليهم أيضا. يعني هو كمان هم المتهمون ان هم اللي بيشعلوا الفتنة، وهم المتهمون ان هم اللي يأتوا من بطون الكتب. الشغل الرافضة كله موجود، نحن ما نبشناه قبل ذلك ونحن نعرفه. ليه؟ لم يكن له واقع ملائم، الواقع صار الآن ملائما وسكوتنا جريمة كبرى. إذا واقفون صامدون. نعم طبعا صامدون على هذا المذهب. نحن حرس الحدود. نتدروش احنا وفي الاخر مصر تبقى خراب. لا الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه، وهذا ومثله معروفون، هذا ومثله معروف ومدفوع لهم، ونسأل الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية.
شيخ المبارك مثل هذا أناس كثيرون قد غاب عنه ولم يقرأ ولم يتبين، ولكن الدكتور محمد وغيره. طب انا عايز محمد موسوي ليه بيعطي فتوى بقتل محمد الزغلكي في العراق؟ نعم. ليه امام شيعي يطلع في قناة عراقية في خطبة الجمعة ويقول لابد من قتل الزغبي ومن قتله فهو مأجور؟ انا ببين له بس ده وده. الامر الثاني، محمد الزغبي عمره لا قتل ولا حرض على قتل، انا بنقذ عوام الشيعة فقط، دعوتي ما قلتش كفار، انا ما حكمتش عليهم بالكفر عوام الشيعة، الملايين اللي دول ال 280 مليون ما حكمتش عليهم بالكفر، ده انا بقول بالعكس، دولا لا نحكم فيهم بالكفر، بل هم اخواننا، هم ابناؤنا، هم اهلنا، طلبوا الحق ولم يهتدوا اليه، ناخذ بايديهم الى الجنان، ولا وساصبر من اجلهم وستحمل لاجلهم حتى اخذ اجر دخولهم في دين الله ان شاء الله. انما بقول لك مصر فيها بوابات، مصر فيها بوابات، واموال الشيعة المجرمين الخليجيين الاثرياء انا اعرفهم قاعده تطخ زي في ارض مصر وفي سوريا، وخلوا العدد يصل الى اكثر قرب 2 مليون. ولذلك اقول اسال الله جل وعلا الا يمكن لهم، اسال الله ان يسلط العدو على العدو، ان يسلط امريكا الصليبيه ومعها اليهود الملاعين على هؤلاء الرافض في ايران، اسال الله ان يسقط هؤلاء المجرمين. يا رجل ابين لك ان هؤلاء مش على حق، والكلام اللي بيتقال ده الوقت كروبي والموسوي وكل ايران الحين عارفين ان المنتخبات مزوره، بيعملوا ايه؟ كل يوم مظاهرات، ولايه الفقيه يجيبوا صوره الخميني وبيحرقوها ويحطوها تحت النعال. كان بيحصل قبل كده؟ كانوا قدسوه بالاجماع، صورته وعلي خامنئي يحطوها تحت النعال ويحرقوها في الشوارع، حتى انهم ظنوا ان الاسلام في دين الشيعة، فخرج منهم عدد كبير بمئات الالاف ودخلوا النصرانية. احنا عايزين نقول لهم لا، ده انتوا استجرتم من الرمضاء بالنار، خرجتم من الكفر الى الكفر، تعالوا عندنا احنا اهل السنة، احنا اهلكم. صباحا ومساء